الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بصلاح عليه زائدا بذلك هلا ثم إلينا وجه الخطابا تكرما وأنفسا أطابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمه يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير جبرا وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشعير العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمسل مرة عليه عصرة قد تنير بره ولي توصل البشارات القدر مضاهدها لغير نهوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافه قد سميا صل بتسليم بالانتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل الذي العشير بجاهه يا من حما عن سيئا على نبي كان يمهو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلح توا ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من قلق لقلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وسنتني عن مرض وألم ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز صلبا لي ولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممر والضيور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلواتي نامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداه جعلتك جهاد كل مجاهد هديت زجهاد ولي جعلت جملة الشهور لي ثواهد مع الدهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه قد سميا صل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوما إلى سوايا سرمدا وللجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بشارات تدوم أبدا مني إلى السهاب يا من هبدا والتجزي أهل بدر الكرام
هني خيرا كل المرامى والتجسي هني الأنبياء ورسلا خيرا يديم كسرا وعسلا وترحمن الأولياء والهلما والمؤمنين واكفنيهم من ظلما وجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهب لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بقتي ما اختفى من العلوم أنت القبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع وجعل تواليفي مثل مرشدي وبدني سحر وقلبي أرشدي أقصى ما عني بحت بالزمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شريك مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فكبت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي ثقافتي ونومي وصغل غير جالبات اللوم وحركات يجعل وسكنات لك أحب من جميع العسنات بخير آفة وخير كدر يا ذا البرايا والغنا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الهادي والمآل وازهد لي اليوم وبعد اليوم في كل خير واحمني عن لومي وحن يجس المنتقى خير يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وحن يجس أهل بدر سرمدا خير كثيرا وكتابة احمدا وحن يجس آله وذهبه خيرا كثيرا ولتنر بلهبه وحن يجس جندك الكرام خيرا كثيرا قتل المرامى وحن يجس الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين وحن يجس والدي وجميع من شره تسري قيورا يا شميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي التاء من غمة واسقل عبادك بشوى ما يشهد نهج نبيك وزد من حسدوا واسقل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ذي تحرف واصرف قلوب المشركين للشواء در الذين أحسنوا مع الشواء واسقل عبادك بفعل الأمر لا باقتهام النهي يا ذا الأمر وسل يالله صلاة تشهب ما شاءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولي سوى جنابي يفضي السرور على نبيك وعبدك الرسول من لي قاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في العالي والمعالي وجعل بجاه العظيم عندك قتي سرورا دائما لجندك وجعل كتابتي بشارة تنيت وجعل كتابتي بسارة تدوم للمنتقى الذي له سرت قديم وجعل به قتي سررا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تضول ناميات واصرف بها اللعن والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تضول ناميات واصرف بها اللعن والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من الهلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا صرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلاء لغير نهوي أبدا والخجلاء وجدت لليوم وبعد اليوم بها به قد شبت مصر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق المنى عبادك السادات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ضد عليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل